السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده هعمل لكم وصفة سهلة وسريعة، مش هتاخد معانا غير 3 دقايق بس وتكون جاهزة معاكي وتمام التمام. طيب الوصفة بتاعت النهارده ايه؟ للناس اللي زهقانة كده زي حالتي من الاكل وعايزة تاكل حاجة حرشة ونفسها جاية على حاجة حرشة في الصيام كده. ناكل ايه حرش ينفع يتاكل في الصيام؟ هي الكبدة. مفيش غير الكبدة الاسكندراني طبعا، واهل اسكندرية هم اشطر ناس في عمايل الكبدة الاسكندراني. انا جبت لكم بقى النهارده طريقه الكبده الاسكندراني على اصولها، ان شاء الله تعمليها وتطلع معاكي روعه وجامده اخر جمدان. طيب انا معايا هنا ايه؟ معايا هنا توم، وطبعا انا كنت نقع الكبده في لبن، نسيت اقول لك ان انا قطعت الكبده، بجيبها شرايح وبقطعها وبنقعها في كوبايه لبن علشان اللبن يشيل منها اي زفاره، علشان انا ما بحبش اي ريحه او اي طعم للكبده زفر خالص. طيب معانا هنا 6 فصوص توم او 7 فصوص توم، كتري في التوم لان الكبده بتحب التوم. ومعانا هنا قرن فلفل سبايسي، ومعانا فلفل الوان، ومعانا هنا ملح، هنملح الكلام الجامد ده مع بعض، ومعلقه كمون كبيره، معلقه كبيره محترمه كده، وحوالي معلقه كزبره بس مش كبيره طبعا زي معلقه الثوم، اقل، حتى انت شايفه ايه الكميه. دلوقتي انا هنا مفروض ان انا عايزه اضرب الكلام الجامد ده، بس انا كنت محضره ليمون، والمعايا معلقتين ليمون نسيت احطهم، معلقتين ليمون ومعلقتين خل. نزلت بالليمون والخل وضربت الكلام الجامد ده معايا هنا. وهجيب الكبده، هاخد نص التتبيله، انا كنت صفيت الكبده من اللبن، انا كنت سايبه الكبده منقوعه في اللبن حوالي ساعتين. هصفي بقى الكبده من اللبن وانزل عليها بنص التتبيله. انا حطيتها هنا في طبق اهو، هنزل عليه، ما شطفتهاش بميه ولا اي حاجه، صفيتها من اللبن بس، عشان نبقى متفقين. الكبده ما شطفتهاش، انا كنت نقعاها في اللبن وبعد كده صفيتها من اللبن بس كده. حطيت نص الكميه وهقلبها على الكبده، والنص التاني بقى هنعمل فيه ايه؟ هنجيب الطاسه، وتقدري في الخطوه دي تسيبي الكبده متبله حوالي نص ساعه ساعه على راحتك، بس انا كده كده انا مستعجله وهعملها في وقتها وبتطلع روعه، مفيش اي فرق يعني. عايزه تتبليها وتسيبيها شويه مفيش مشكله، تاخدي نص التتبيله وتشيليها على جنب، والنص التاني تتبلي بيه الكبده وخلاص كده. معانا بقى هنا طاسه حطيت فيها 3 معالق زيت من الزيت النباتي، 3 معالق 4 معالق، والكبده برضو بتحب حبه زيت زياده شويه، ونزلت بنص التتبيله التاني. بدات الريحه تطلع، بقولك شامين الريحه معايا؟ يا ريتكم تشموا الريحه معايا. دلوقتي بقى هنا انا هنزل بالكبده اللي انا كنت متبلاها، اعمل لها بقى صدمه كده مظبوطه، واقلبها تقلبتين في بقيه الخلطه وبقيه التتبيله. وعشان كده انا قلت لك مش لازم اسيبها في التتبيله وقت طويل، لان انا كده كده هعمل لها صدمه في التتبيله التانية، فهي بتبقى بصي متغلغله في التتبيله. فضلت بقى اقلب واشوح واقلب واشوح، ومعايا بقى هنا فلفل سبايسي مقطعاه شرايح، والكبده الاسكندراني بتحب الفلفل السبايسي. الفلفل اللي عندك مش سبايسي حطي معلقه شطه. اقلب بقى الجمادين ده كله مع بعضه. هنا بصي بقى الكبده، بقولك شايفه الزيت؟ قربت لك الكاميرا عشان تشوفي الزيت، طالما الزيت طلع كده على الوش يبقى الكبده معايا برونتا 100 100. وهنا حطيت الكبده، ما اخدتش معانا ثواني. طبعا الكبده انت بقى لما بتيجي تاخدي في طبقك بتعصري عليها الليمون، تعصري عليها نص ليمونه كده وتاكلي احلى طبق كبده. روعه يا جماعه، لازم تجربوها. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش من دعوه حلوه من القلب، ولايك وشير وسبسكرايب للقناه، وما تنسيش تصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، وبون ابيتي.